كابتن احمد سليمان اللي هو عضو من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك اللي المفروض بيجيب حقوق النادي، اتسرب له فيديو مع مهيب عبد الهادي قبل الحلقه اللي بيصوروها وبيتكلموا عن موضوع بنتايج. تعالوا نشوف قال ايه اللي الراجل المفروض يجيب حق نادي الزمالك، وبعد كده نعلق على اللي هو قاله. ممكن اسال سؤال كابتن احمد سليمان؟ ايه ولو بنتايج راح الاهلي كيف ستتعامل؟ اتعاملت زمان. حلو السؤال ده كابتن. اتعاملت زمان والله ما بهزر. لو بنتايج راح الاهلي. لا هو مدكن على حاجه. هو مدكن، هو الكابتن احمد مدكن على حاجه مش عارف ايه. انا راجل اتجوز هنا مش معقول هيسيب هنا. لازم يفضل هنا. لا مراته معاك في اي حته يا كابتن شريف. مراته معاك في اي حته. لازم يفضل هنا، لازم يفضل. هو بيفكر هيقول ايه في الحلقه. سيبوه محدش يقرب منه. ما تفتكرش حد هيبقى لسه وهيروح في حته ثانيه. ده لو قلبه هنا كويس. كابتن احمد ياما بيأجل لي حلقات، يقول لك كابتن حفيظ اوش اليومين دول، فبقول لك الحلقه دي يعني احنا متفقين ده رزق. انا اعرف ان النهارده هيحصل بنتايج اللي احمد رؤوف هيقول لك بنتايج فسخ حق. انا اعرف ما انت بتبلغ بالحلقه بقالك سؤال. انت بتكلمني انا ليه؟ وانا المدير الرياضي؟ لا انت حماه. مش في مدير، بل حما بالله، بل الحما والاب بالله. لا حماء وعضو مجلس اداره بس ماليش دعوه بالكوره. بس بقى المدير الرياضي سأله حبيبك. معقوله الناس دي هي اللي في مجلس اداره نادي الزمالك؟ هم دول اللي هيجيبوا حقوق نادي الزمالك؟ اسلام الشاطر بيساله بيقول له هتعمل ايه لو بنتايج راح الاهلي؟ بيقول له خلاص انا اتعاملت زمان. زمان ايه؟ زمان ايه ودلوقتي ايه؟ ده اي لاعب دلوقتي بيفكر يمشي من نادي الزمالك اول حاجه بيفكر فيها انه يروح النادي الاهلي. وكابتن شريف عبد المنعم بيقول له ما هو اتجوز من مصر يبقى اكيد هيفضل قاعد في مصر. معناه ايه الكلام ده؟ وبتضحكوا وبتهرجوا ان ممكن بنتايج يروح النادي الاهلي. ومهيب بيساله ايه اللي بيحصل مع محمود بنتايج؟ بيقول له وانا مالي، روح اسال جون ادوارد، هو اللي ماسك الملف وهو المسؤول عن كل حاجه، لكن انا ماليش دعوه. يعني ايه مالكش دعوه؟ امال مين اللي ليه دعوه؟ جمهور نادي الزمالك يعني هو اللي هيتصرف؟ هو انت لازم حد يقول لك اتدخل عشان تتدخل؟ يعني الراجل يبقى متجوز بنتك وانت ما تعرفش هيروح فين، وانت ما تعرفش هيسيب النادي ولا مش هيسيبه؟ بجد اللي ماسكين نادي الزمالك دلوقتي اقل حاجه ممكن نطلبها منهم ان هم يقدموا استقاله جماعيه بلا رجعه، ولا واحد فيهم يكمل. مفيش حد فيهم عايز يخدم نادي الزمالك، كلهم عايزين الشو والكرسي وبس. لكن يخدموا نادي الزمالك مش بتاعتنا ومش في قصتنا. دول بالعكس دول بيشمتوا في اي حاجه بتحصل وحشه لنادي الزمالك. بجد الاداره اللي ماسكين النادي دلوقتي هم اسوأ مجلس اداره مسك نادي الزمالك على مر التاريخ.